كأن الدنيا تسود قاطبة أمام الولد إذا لا قدر الله فشل في المرحلة الثانوية، ونرسم لأبنائنا الحياة الوردية إن نجحوا بالثانوية العامة. بمعنى الله عز وجل شانه لا يحصر السعادة بشيء ولا يحصر الرزق بشيء، فلا سعادة ابني بثانوية عامة ولا رزق ابني بثانوية عامة. أنا وجدت في التاريخ كل من ملك المليارات وكل من نجح في حياته الدنيوية إن صلح التعبير، مسلما كان أو كافرا، تجده ربما يكون فاشل، لأن الله يأبى أن يحصر رزقه بأمر. نحن كأمة أصبحنا نحصر أرزاقنا بالشهادات، نحن كأمة أصبحنا نحصر الرزق بالشهادة، بمعنى معك شهادة لك رزق، ما معك شهادة ما لك رزق. ويأبى الله عز وجل شانه أن يجعل رزقه مربوطا بشهادة، يأبى. لهذا تجد جل الأغنياء، جل العباقرة في العالم كافة، العربي وغير العربي، تجده إما يكون فاشلا أو طرد من المدرسة. فأنت لا تجعل ابنك ضحية لظلام فكرك، ولا تربط مصير حياة ابنك بثانوية عامة. ليس معنى الكلام أننا ضد الدراسة، نحن مع الدراسة ومع طلب العلم ومع الاجتهاد، لكن في نفس الوقت مع أن لا نكن نحصر أو نغلب على طابع الولد أن لا نقف له عونا إذا كسر. يعني لو لا قدر الله فشل ابني في المرحلة الثانوية، إذا أنا كأب ما وقفت معه، إذا أنت كأم ما وقفت معه، من يقف؟ هو سيعاني من إحباط. هو أولا وقع في مرحلة إحراج بينه وبين الزملاء، وقع في مرحلة إحراج بينه وبين المعلمين، وقع في مرحلة إحراج بينه وبين الأسرة، بينه وبين الأقارب، ثم أنت تكوني يا أم ضد ابنك أو أنت يا أب. فلهذا تجد أن مرحلة الثانوية العامة هاجس أصبحت عند الأبناء وعند الطلبة. هل نحن كأباء ما أحسننا أن نستوعب الابن أن لكل ابن مهارات؟ ربما أنا ابني مهارته بالصناعة، هذا ابني مهارته بالقراءة والكتابة، هذا ابني مهارته بالاختراع، هذا ابني مهارته باللغة العربية. الناس مهارات. أخي الحبيب، ابني الحبيب، الفشل في المرحلة الثانوية لا يجعلك تنطوي على نفسك، بل ربما يكون بداية للنجاح، بداية للتألق. نحن لا نعلم نعمة الصحة إلا إذا مرضنا، نحن لا نعلم نعمة الطريق المعبد إلا إذا مشينا بطريق معثر. لهذا أنت لما تمشي أحيانا تكبو أو تسقط في فشل في الدراسة أو في غيره، أو تحمل مادة أو مادتين أو ثلاث أو أي شيء، لعلها أن تكون سببا لتألقك ونجاحك. لا تجعل اليأس يتمكن منك. أنت إن تملكك اليأس تصبح ضعيفا هشا من الداخل. لماذا نحن نوحي لأبنائنا أنكم إن لا قدر الله فشلتم في المرحلة الثانوية كتبت عليكم اللعنة إلى يوم الدين، رزقا ومجتمعا ومكانة وأخلاقا؟ لماذا؟ خطأ أن يكن همك فقط بني تجاوز مرحلة الثانوية دون أن ترسم له هدف. الله عز وجل تجد أنه مدح الجنة كثيرا ولم يتطرق كثيرا لأعباء الدنيا، لأن الدنيا طريق. فنحن للأسف ما نرسم الأهداف لأبنائنا، وعدم رسم الأهداف لأبنائنا يرى أن الهدف فقط الثانوية العامة، يحصر الحياة أنه لا بد أن يجتاز الثانوية العامة. الحياة أكبر من الثانوية العامة، هموم الحياة أكثر من الثانوية العامة، مشاق الحياة أكثر من الثانوية العامة. لهذا الفشل في الثانوية العامة ما هي إلا بداية، جرعة بسيطة من مكابدة الدنيا، لكن لعلها أن تكون طريقا للنجاح.